عمارة الإيموبيليا، أكبر عمارة في القاهرة، ووراها أسرار مخفية. تعالوا نشوف إيه الحكاية. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. عمارة الإيموبيليا في وسط البلد اتبنت سنة 1940، وكانت أكبر وأفخم عمارة في مصر. سكن فيها عمالقة الفن زي ليلى مراد، عبد الوهاب وغيرهم كتير. بس الغريب إن من وقت ما اتبنت ظهرت إشاعات عن حرائق غامضة، أصوات بتطلع من شقق فاضية، وناس شافوا خيالات بتمشي في الممرات. والأغرب إن في شقق كتير اتقفلت سنين طويلة ومحدش فاهم ليه. ناس بتقول إن العمارة ملعونة، وناس بتقول دي مجرد قصص من وحي الخيال. ولو عاوزين أحكي لكم قصة شقة ليلى مراد كاملة قولولي في التعليقات.